السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. تعالوا بينا النهاردة بعد ما نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا نشوف القرنبيط بتاعنا هنعمله ازاي. ان شاء الله هنعمله بطريقة نتجنب فيها كل الاخطاء. نشوف القرنبيط هيطلع معانا لونه ذهبي ومقرمش، وكمان بيبقى الزيت عمره ما هيفور معانا، وهنتجنب كل الاخطاء، ولونه هيبقى ذهبي وجميل خالص. فتعالوا بينا نمشي مع بعض واحدة واحدة كده ونشوف من البداية. مش هشيل ولا أي مقطع، هعمل علشان البنات الصغيرين اللي داخلين المطبخ جديد يشوفوا الطريقة دي من البداية. أنا هنا جبت القرنبيط بتاعي، قطعته وردات صغيرة زي ما انتوا شايفين، وغسلته كويس خالص. حطيت مية على البوتاجاز، غليت، وحطيت عليها معلقة ملح ومعلقة كمون. الكمون فايدته ايه؟ بيحوش كل الغازات اللي في القرنبيط، زي ما احنا عارفين يعني. انا هنا سلقته طبعا، اديته حقه واديته وقته في السوى. لازم تسويه كويس وتمسكيها تلاقيها استوت كده تطلعيه، ما تطلعهاش مش مستوية يعني، علشان طعمه مش بيبقى حلو. لازم تسويه كويس وتحطيه على الناحية اللي فيها العرق بتاعتها كده، ياخد وقت في السوى اكتر، فتحطيها على الناحية اللي فيها العود بتاعها. تمام كده. خلصنا من سلق القرنبيط، ولازم تطلعيه من المية المغلية على المية الباردة على طول، وبعد كده تطلعيه على حاجة تاني يعني. انا هنا معايا المكونات، معايا الخضرة ديت انا محتفظة بيها في الفريزر. كل ما يبقى عندي خضرة بحتفظ بيها في الفريزر علشان كل ما احتاجها في اي وقت الاقيها. معايا كمان التوابل بتاعتي، كزبرة والكمون قليل خالص، كزبرة وفلفل أسود، حبة كمون قليلين. معايا اللهم صل على سيدنا محمد، بابريكا وحاجة بسيطة كده، توابل، ملح، كركم وكاري. كمان معايا 5 بيضات اللي أنا بكسر فيهم دول. معايا توم، معايا لبن اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. الكاري والكركم طبعا بيدي طعم وريحة، وبيدي لون كويس خالص للقرنبيط، بيبقى لونه اصفر ذهبي، ولما تيجي تحمريه برضو بيبقى لونه ذهبي. وطبعا الكمون ما تكتريش، علشان الكمون بيخلي القرنبيط وانت بتسلقيه وانت بتحمريه لونه يغمق، فما تكتريش كمون، تخلي حاجة بسيطة كده. انما الكزبرة كتري فيها. والفلفل الاسود طبعا بيبقى جميل خالص وبيدي ريحة، والتوابل المخلطة ديت. انا هنا طبعا حطيت اللبن، حطيت كوباية على قد المقدار اللي يبقى عندك، تزود اللبن، وكمان تنزلي بالدقيق شوية شوية لغاية ما تعملي عجينة متوسطة، لا هي سايلة خالص ولا هي تقيلة، علشان لو خفيفة هيتناثر في الزيت وهتلاقي القطعة كده ما فيهاش خلط خالص. انا مش بحط بيكنج باودر ولا بحط كمان نشا. انا بعمل الطريقة ديت وبتطلع معايا ناجحة 1000000%. هتشوف النتيجة بنفسك. انا طبعا طلعت رحت على البوتاجاز، معايا الزيت بيغلي اهو، وقطعت الوردات ديات قطع صغيرة تاني عشان انا مش بحب القطع كبيرة، علشان تبقى مستوية من كل الجهات وتبقى خفيفة كده، وكده كده بتزيد تاني مع الخلطة دي. لأن البيض مادة رافعة بتعلي الحاجة تاني يعني، أو بتزود حجمها. تنزلي بيها من الخلطة، تنزلي واحدة واحدة كده أهو زي ما انتوا شايفين. كل شوية تقلبي فيها. أنا طبعا مسرع الفيديو، إنما أنا مديه وقته في السوا، ومخلية البوتاجاز نار متوسطة، ما تخليهاش عالية ولا هي واطية خالص، تخلي النار متوسطة. لو النار عالية تحمر معاك بسرعة ولونها يغمق وتبقى لسه ما استوتش.
يا رب اكون موصله لكم الفكره كويس ومنساش ولا خطوه ان شاء الله. شايفين اللون الذهبي الجميل دوت؟ النتيجه دي اللي انا عايزاكم توصلوا لها. الله الله، حاجه كده عسل. ولا الريحه، والله العظيم الريحه خطيره. التوابل المشكله ديت جميله خالص. والفلفل الأسود جميل مع القرنبيط. اهو يا بنات، تعمل على قد ما تعمل الزيت عمره ما يفور معاكي. شايفين؟ هذا النتيجة اللي أنا بقول لكم عليها. ما يفورش أبدا الزيت، ما يعملش الفوران دوت. ده بسبب اللبن. شايفين القطعة دي اللي هي بتنتشر في الزيت؟ جميلة خالص، بتبقى مقرمشة والولاد بيتخانقوا عليها. يا رب الطريقة بتاعتي النهاردة تعجبكم، وعايزاكم كلكم تجربوا طريقتي ديت وتدعولي. اهو يا بنات، ايه رأيكم؟ شايفين اللون الذهبي الجميل دوت؟ الله الله على الجمال، والله العظيم تحفة تحفة. ايه رأيكم بقى؟ يلا بقى اللي ما عملتش لايك تعمل لايك وتشجعني علشان استمر في تقديم كل ما هو جديد ان شاء الله. واللي عايزة حاجة تقول لي في الكومنتات، وانا تحت امركم في اي حاجة. ويا ريت اللي ما اشتركتش واول مره تشوف قناتي تعمل اشتراك وتدوس على زر الجرس وتدوس على الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار او رساله بان انا عملت فيديو جديد. شايفين اللون الجميل من جوه ازاي؟ خطير فظيع والله العظيم. ودي كانت طريقتي النهارده والفيديو بتاع النهارده. يا رب يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله يا بنات.